يا صباح الورد والفل والياسمين وصباح الرضا كده من الرحمن. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده كل سنه وانتم طيبين. اول الايام العشرة في ذو الحجه. يا رب كده يكرمنا ببركتهم وبالخير اللي فيهم، وبالمغفرة وبكل حاجة حلوة كده. يا رب ربنا يا رب كده يحققها لنا ويكتب لنا كل الخير يا رب. نقول صباح الورد بقى كده عليكم وعلى احلى متابعين وعلى احلى اخوات في القناه معايا. لو اول مره تشوفيني، انا اختك سحر ودي قناتي، قناه روتينات يوميه. ان شاء الله تعجبك. ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وطبعا اللايك الحلو بتاعك اللي بيدعم القناه. صحيت من النوم كده، قلت اول حاجه اعملها عشان طبعا عندي غسيل وعندي حاجات بشيلها عشان خاطر التنظيفات. شلت الغسيل اللي كان مغسول وحطيته وعملت ايه دوره غسيل حلوه كده عشان خاطر ايه الحق يومي من اوله، عشان النهارده اليوم عندي طويل وورايا فيه حاجات كتير جدا. فقلت بقى ايه حضرت للبنات الفطار. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، اجازه سعيده الحمد لله، خلصنا امتحانات. ويا رب كده نتيجه موفقه لينا وكل الناس، وربنا ينجح ولادنا وبناتنا يا رب. وبتوع الثانويه اللي لسه ما خلصوش ربنا يا رب كده يكرمهم وان شاء الله ينجحوا ويجيبوا درجات اعلى الدرجات كده يا رب. قلت بقى ايه، عملت من بالليل شربات بتاع الجلاش عشان انا عارفه ان انا هعمل جلاش الصبح ان شاء الله لما هصحى. فعملته طريقته سهله جدا يعني ما فيهاش اي افتكاسه. ما عملتوش بحشوات كريمه او قشطه او اي مكسرات. استكفيت ان انا ما بين كل طبقه وطبقه كده حطيت سمنه، ويا سلام بقى لو سمنه بلدي هيبقى طبعا بيودي الجلاش في حته تانية. وبعدين تنيت كل الاطراف زي ما شفتيني وانا بعمله، وقطعته اي تقطيع بقى اللي هي بقى المثلثات مربعات زي ما عملت التقطيع اللي تريحك. عايزه تعمليه في صينيه مدوره، عايزه تعمليه في صينيه مستطيله زي ما عملت زي ما تريحك برضو. وحطيتها في الفرن وقلت بقى ايه عقبال ما اخلص ما عنديش مواعين كتير الحمد لله. دي مواعين السحور عشان الحمد لله صايمه. اللهم تقبل يا رب منا ومنكم اجمعين يا رب، ويكتب لنا كل الخير كده يا رب ويتقبل مننا. فكنت بقى ايه كده اتسحرت وقلت بقى ايه، بما اني مش ورايا حاجه في المطبخ غير ان انا هغسل المواعين، والجلاش كده ايه بيتعمل في الفرن. خلصت المواعين قليله، المواعين الحمد لله مش كتير. احنا اتفقنا زي كل مره بنقول في الفيديوهات بتاعتنا، قادره تعملي المواعين قبل ما تنامي اعمليها، مش قادره زي ما انا ما عملت كده. بس هما الحمد لله كانوا شويه صغيرين فخلصتهم بسرعه عقبال ما الجلاش كده يخلص. ومعانا فيديو النهارده، اول فيديو مشتريات معاكم على القناة. يا رب يعجبكم، يا رب الفكرة تكون حلوة وحماسية وتحمسكم كده ان شاء الله، ونعمل كده دايما في بيوتنا وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما تنسيش الايام الخير والبركة اللي احنا فيها دي. دول 10 ايام مليانين خير مليانين رزق. لو حاجة بسيطة هتتصدقي بيها في ال10 ايام، كل يوم لو هتطلعي من جيبك 5 جنيه تديها لأي حد محتاجها هتفرق معاكي جدا. ال10 ايام دول حلوين حلوين حلوين، مليانين خير مليانين بركة. وربنا يا رب اهم حاجة يتقبل كده مننا. وندعي لولادنا بالهداية، ندعي لولادنا بالهداية، ندعي لولادنا بالهداية. بجد ربنا يا رب يهديهم. ايام صعبة، ربنا يعيننا عليهم وعلى تربيتهم. زمن ربنا يا رب يحفظنا من فتن الزمن ده ومن فتن كل زمن. بقينا في فتن طول الوقت وبنسمع يعني. ربنا يا رب يحفظ ولادنا. مش عايزة اقلب مود الفيديو اخليه كئيب. انا مبسوطة وفرحانة ان النهاردة اول بداية ال10 ايام. فعايزين كده بجد طول الوقت ما نسيبش الذكر من لساننا. سبحي على ايدك طول ما انت قاعده وانت بتغسلي مواعين وانت بتنظفي تنظيفات البيت. بدل ما انت يعني حاولي تغتنمي كده فرصة 10 ايام ربنا يا رب يكتب لنا فيهم كل الخير ويتقبل مننا. خلصت بقى هنا كده المواعين الحمد لله. مش هغسل الحوض او اي حاجة، هو نضيف لاني طبعا لسه هعمل غدا. بس مش معاكم في الفيديو لان بصراحة عندي شغل. انا قلت اصور لكم الفيديو وانزله قبل ما انزل لاني ما نزلتش امبارح. كان امبارح يوم طويل، نزلت اشتريت فيه طلبات وكان عندي فيه شغل، فكان اليوم طويل فما قدرتش بصراحة ان انا انزل معاكم اي حاجة. يا رب تكون الفيديوهات خفيفة لطيفة.
محدش بيتضايق منها، واكون كده يا رب ضيفة خفيفة عليكم. هنا اللي كنت بقى خلصت المواعين زي ما قلت لكم. البوتاجاز نضيف، فيا دوبك كده بقى ايه تلميعه كده خفيفه بسيطه بالفوطه، حتى لا سبونشه ولا سلكه ولا صابون ولا اي حاجه. عشان بس ايه مكان الشربات اللي عملته بالليل، خايفه انا اجي اعمل عليه الغدا، السكر او الطرطشه بتاعه السكر والليمون يتحرقوا. فقلت لا، كده تلميعه بسيطه وكده بقى خلصت المطبخ الحمد لله. ويا دوبك بقى هصب كده العسل على او الشربات او الشيرة على حسب طبعا ما بتقولوا على الجلاش، وابقى كده خلصت الجلاش. طبعا احنا بنحب الجلاش يكون مقرمش، فبسيبه كده فبيبقى طبقاته مقرمشه كده وحلوه. هوريكم دلوقتي. بتحبيه طري غطيه مع السخونه هتلاقيه بقى طري معاكي. وزي طبعا كل الاكل اذواق يعني. وزي ما قلت لكم ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش الدعاء في الايام المباركه اللي احنا فيها دي. واسيبكم بقى كده ان شاء الله مع فيديو المشتريات، يا رب يعجبكم. وقولوا لي ايه رايكم في الافكار بتاعت اللي انا هقولها لكم. واسيبكم كده في رعايه الله. مع السلامه. نسيان مثلا، ده مثال. لو الرز مثلا ب 30 بيبقى ب 40، او مثلا لو مثلا كيلو مثلا المكرونه ب 15 بيبقى ب 20، وساعات بيوصل لاكتر من كده. فبلاش كست بيت او كحد فاتح بيت او مسؤول عن بيت وعن ولاد، ان هو يستنى لاخر لحظه. يستنى لاخر لحظه، ده فاضل يومين على العيد، ده فاضل اسبوع على العيد، ده مش عارفه فاضل ايه، والاقي نفسي ان انا نازله اشتري الحاجه، غير ان هي اغلى من ثمنها، دفع مبلغ وقدره في حاجات كنت ممكن لو انا مثلا هعمل حصاله، او ان انا زي ما بقول لك ان انت كل يوم تنزلي تشتري، مش كل يوم يعني، لما بتنزلي مثلا، احنا بننزل السوق او السوبر ماركت مش اقل مثلا من 3 او 4 مرات في الاسبوع. لو الثلاث اربع مرات دول في الاسبوع هتشتري كيس مكرونه، هتشتري كيس سكر، هتشتري ازازه زيت، هيجي عليك العيد وانت الحمد لله بيتك كله مليان خير. دايما بعمل كده حتى في دخله الشتاء. كل سنه وانتم طيبين. بيبقى مثلا دخلة بنحب نجيب ان احنا نجيب سمنه بلدي. فطبعا السمنه البلدي دلوقتي بقت غاليه جدا، فبعمل لنفسي حصاله كل يوم برمي فيها 10 جنيه، برمي فيها 20 جنيه، معايا النهارده 100 جنيه، معايا بكره 200 جنيه كده، بحيث يجي عليا مثلا هشتري سمنه ب2000، هشتري سمنه ب3، على قد احتياجاتي وعلى قد مقدرتي في الفلوس، ان انا هشتري الحاجه دي. هشتري مثلا 5 كيلو، هشتري 10 كيلو، على حسب طبعا كل بيت ومقدرته واستخدامه طبعا. طبعا البيت اللي من فردين غير اللي من 4 غير من 6 وهكذا. طيب بعمل ايه قبل العيد؟ زي ما قلت لكم في اول الكلام، بنزل ان انا النهارده مثلا دخلت السوبر ماركت فهشتري كيسين مكرونه، يبقى انا كده شلت من عليا بند كيسين مكرونه ممكن احتاجهم في اسبوع العيد، لان طبعا احنا عارفين ان معظم الاسواق بتبقى قافله في العيد. طيب محتاجه مثلا سكر، هعمل حلويات، ممكن انا مثلا بعمل بيتي فور في العيد، بعمل الحاجات دي كله، محتاجه ان انا اجيب سكر، فاجيب لي ايه كيس او كيسين، يعني 2 كيلو او 2 كيلو مثلا سكر. فانا كده هاجي على العيد بدل ما هشتري مثلا 5 هشتري 3، او بدل ما اشتري 3 هشتري واحد بس. انا بقول كل واحد طبعا وكل بيت واستخدامه. طيب انا ولادي مثلا بيحبوا المكرونات مثلا، وجوزي وبيحبوا الحاجات اللي بتكون بالجبنه، فبشتري مثلا ايه، بشتري جبنه، بشتري كيس او 2 طبعا على حسب استخدامي. فكده انا شلت بند الجبنه من عليا، لو احتجت كيس او حاجه هتبقى الدنيا بالنسبه لي اخف. طبعا كلنا عارفين الزيت والغلو الفظيع، او في كل اصلا السلع بتاعتنا كلها غليت وبقت للاسف مولعه نار، ربنا بقى يرحمنا برحمته. بشتري مثلا ازازه زيت سواء كبيره لو انا مثلا معايا مبلغ، او محوشه مبلغ من مصروف مثلا البيت الاسبوعي او الشهري اللي انا باخده، او بشتري مثلا ازازتين صغيرين على حسب طبعا كل واحده ومصروفها، كل واحده واحتياجاتها او اللي بتعرف تشيله. لقيت مثلا حد عامل مثلا عرض للصوصات، حاجه زي كده مثلا ولادي بيحبوها في التوست، بيحبوها ان انا وانا مثلا عامله لهم
حلويات معينه في البيت، بيحبوا مثلا يضيفوا عليها مثلا صوصات، فبلاقي مثلا عامل النهارده عرض فبجيبه واشيله واقول ان هو طبعا، بس طبعا على حسب تاريخ طبعا الصلاحيه، بنبقى واخدين بالنا من القصص دي. فاجيبهم واشيلهم لما بحتاجهم بيبقوا موجودين، بدل ما الاقي نفسي فجاه الحاجه خلصت في البيت او مثلا في اخر الشهر، زي احنا مثلا كده دلوقتي في اخر الشهر وداخلين علينا عيد. لو انت مش عامله حسابك من اول الشهر ان داخل عليكي عيد، هتيجي تزنقي زنقه للاسف وحشه قوي، ان انت اخر الشهر مش معاكي مخلصه مصروف ايديكي او مصروف بيتك يعني، وداخل عليكي موسم، ولازم يبقى في بيتك طلبات كتير من لحمه، من خضار، من حاجه سوبر ماركت، من حاجات كتير. طيب جبت ايه تاني؟ زي ما قلت لكم الحاجات دي انا بجيبها على مدار مثلا الشهر او الشهر ونص على حسب الموسم اللي داخل عليا. ولسه طبعا بتبقى محتاجه حاجه تانية، بس انا بقول بخفف من عليا مثلا. فانا جايبه ايه؟ جبت مثلا 4 مكرونه، على حسب طبعا المكرونه اللي انتوا بتحبوها بتجيبوها. كنت جايبه كيسين شعريه بس اتزنقت فاستخدمت كيس. جبت 2 سكر. طبعا داخلين كل سنه وانتم طيبين طبعا على العيد والفته والكلام ده كله، فبشتري الرز بتاعي علشان خاطر طبعا ده اساسي معايا اكتر بصراحه من المكرونه. طيب ايه تاني؟ اشتريت الجبن عشان خاطر انا لازم اشتري جبن عشان خاطر الحاجات اللي انا بعملها في البيت للبنات او ليا. وجبت كمان زيت. كل ده بره مصروف الشهر اللي انا اخدته. الحاجات دي واخداها، ببقى مثلا محوشه مثلا ايه، كل يوم بحوش مثلا 20 30 50، قلنا على حسب كل واحده ومقدرتها ومصروف طبعا بتاعها واللي هي ايه بتبقى بتعمل. طيب ايه تاني؟ واشتريت لحوم. طبعا لسه كل سنه وانتم طيبين، عشان انا ما اشتريتش اللحمه اللي هي الجاموس اللي احنا بنطبخها، بس انا اشتريت سجق بلدي. طبعا كنت حاطه الحاجات دي في الفريزر عشان خاطر ما تبصي، بس طلعتها قبل ما اعمل معاكم الفيديو. اشتريت كيلو سجق، هنحتاجه طبعا اكيد في العيد. طبعا لا غنى عن اللحمه المفرومه عشان خاطر طبعا زي ما قلنا العيد، وهنعمل بقى طبعا رقاق وهنعمل جلاش، والحاجات دي كلها بتبقى محتاجه لحمه مفرومه. طبعا كل سنه وانتم طيبين برضو تاني طول الفيديو، كل سنه وانتم طيبين. كبده، فمحتاجه طبعا ان انا عشان بنفطر كبده الصبح، فببقى مش مستنيه بقى ان مش هستنى بقى جوزي يجيب او جوزي يعمل او حاجه، لا يبقى حاجتي في بيتي من قبلها عشان خاطر ابقى عامله حسابي. وجايبه الكبده، ودي برده لحمه مفرومه. وجبت بقى دي اول مره بصراحه اجيبه، يعني كلناه قبل كده بس انا اول مره اجيبه، اول مره هعمله معاكم ان شاء الله باذن الله. جبت طرب، ده كيلو من عند الجزار، بيبقى عامله جاهز بالمنديل. اللي مش فاهم يعني ايه الطرب، الطرب ده بيبقى لحمه وجواها سوري، وبيبقى ملفوف عليها من فوق المنديل اللي هو سوري بتاع الذبيحه. بس كده. امبارح كنت هشتري ملح بس الوقت ما سعفنيش. بقيه الطلبات ان شاء الله هنشتريها، بس دي كانت فرصه ان انا اوريكم او اعرفكم مثلا حد يستفاد من المعلومه دي. داخل عليكي عيد لازم تبقي عامله حسابك من قبلها عشان ما تتزنقيش وتلاقي نفسك ان انت داخل عليكي عيد ومحتاجه لسه طلبات كتير. يعني مثلا هنا ده بند سوبر ماركت مثلا، وبند اللحوم لسه مثلا في خضار لازم ننزل نجيبه اليومين دول قبل، عشان خاطر الفتره اللي جايه هتلاقوا الحاجه غليت زي ما قلنا اول الفيديو. ده غير كمان اللهم ذكرني، غير كمان ان السوق او الاسواق يعني، مش السوبر ماركت، بتكلم عن الاسواق نفسها اللي بنجيب منها اغلب طلباتنا بتكون مقفوله من اسبوع او ل10 ايام. فبتحتاجي بقى تجيبي بصل، تجيبي الخضار، تجيبي طماطم، تجيبي كل اللي ناقصك. ان شاء الله ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويزود بيوتنا كلها. لسه مثلا هنشتري لحمه، بس انا كده خلصت بند كبير من اللحوم المفروض ان انا هحتاجه. فهلاقي نفسي بس ان انا مثلا هنزل اشتري احتياجات الاسبوع بتاع العيد، يعني الاسبوع ده والاسبوع العيد، فهلاقي نفسي ان انا الحمد لله مرتاحه، مش هصرف حاجات كتير. يا رب ما اكونش رغيت كتير في الفيديو وصدعتكم. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلت طبعا معايا لغايه هنا على الفيديو، ما تنسيش الاشتراك في القناه والضغط على زر الاشتراك علشان خاطر يوصلك كل جديد. وطبعا اللايك الجميل اللي بيدعم القناه وتعليقك الحلو، وقولي لي بتعملي كده ولا لا. كل سنه وانتم طيبين. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.